احنا ممكن نقول طب ما انتوا اصلا عاملين البتاع اللي انتوا عاملينه ده وقاعدين بتتكلموا وجايبين مايكات وناس واقفين ليه؟ ما انتوا علشان واحده تعلي فتركب ترند فيجي لك فيوز كتير فتاكل عيش حلو فيلا بينا كويس. بس انا بقول ايه بقى؟ هي بقى الفكره هنا. شكرا. انا بقول ايه؟ هو ده السكيل بتاعي. انا بهزر هزر بس فدني، مش بقول لك علمني علشان برضو الناس ما تاخدش الموضوع ضيق. انا مش بضيق، على الاقل ما اتكسفش وانا جنب مراتي او جنب اختي او جنب بنتي او ابني ان انا اتفرج عليك واقوم عامل لك بان مثلا او اعمل انت فاهم، او ارميك. هو ممكن يستفيد لان في ناس كتير قوي، في جينيريشنز كتير قوي بتحب الحاجات دي، والحاجات دي بالنسبه لها سبايسي. تمام يا معلم، ربنا معاك، بس نصيحه من اخ اكبر منك، هتزعل. يعني بص المشكله ان هو مش بس بيدور على ترند، في ناس بتحارب انها تطلع ترند. يعني لو انت شايف الناس الاغبياء بيطلعوا ترند فانا هستغبى واعمل غبي عشان اطلع ترند، ده الناس اللي حابه تطلع ترند على المستوى اللي هو ايه، طب بيفكروا في اكل عيش، يعني عايزين فلوس، عايزين شهره، عايزين طب ما تشوف حاجه الطف من ده، يعني ده استسهال. طيب بص برضو عندهم حق، بس هو فعلا الموضوع اسهل. انت بتحط كاميرا وقاعد في بيتكم وبتقول اي كلام، بتعمل اي حاجه بيجيلك فلوس، وحد بيبعت لك وحد مش بيبعت لك. ده في ابلكيشن واحد معتمد على اللايفات. يعني ايام ما كان بيطلع ترند بالمناسبه كان ساعه الكورونا، لما كان كل نجوم وفنانين مصر طلعوا بيعملوا ليبسنج عليه، المواقف بتاعه المسلسلات والمواقف بتاعه الافلام والاغاني. ده اللي انا شفته، ده اللي انت عارفه حصل. انما على مستوى الحقيقه لا، ده عالم تاني. في ابلكيشنز تانية ما انزل الله بها من سلطان، طلع ترندات برضو بس في عالم تاني بقى، في عالم تاني موازي، لان كل ده عالم موازي. طبعا حاجات بقى مرعبه، حاجات اقسم بالله تخض، ديب ويب. فده رحمه على فكره. يعني انا اتعاملت معاهم، بس انا مستحيل احط كاميرا واقعد في بيتنا اقعد ارغي وعلشان يجي لي فلوس اكتر اقعد اكتر، فحاسس ان هم مأجريني. فاهم ازاي؟